كانت مروة قاعدة بتشتكي لأهلها من جوزها، وهي بتعيط ومتأثرة. لكن فجأة القعدة كلها اتقلبت لضحك وسخرية، ومروة باستغراب: انتوا بتضحكوا للدرجة دي؟ محدش حاسس بيا ولا باللي أنا وصلت ليه؟ وفريد أخوها كان فطسان على نفسه من الضحك. بصراحة يا مروة انتي تافهة جدا. أنا أول مرة أشوف واحدة عايزة تخلع جوزها للسبب ده. يا بنتي، كل الرجالة كده. أمال نرمين مراتي بقى تعمل إيه؟ ده على كده كانت يعني تتطلق من زمان. ونرمين ردت بنفس السخرية والضحك: والله يا فريدة أنا بالنسبة لي عادي، متأقلمة يعني من زمان. أصل طبيعي يعني إن كل الرجالة بيحبوا يكونوا على راحتهم في البيت. خدي بالك يا مروة، القرف اللي جوزك بيعمله ده دليل على حبه ليكي. ده كده بيلاقي نفسه معاكي. ومروة قامت وهي متضايقة ومتغاظة جدا من استهزائهم بكلامها. انت عاجبك الكلام ده يا بابا؟ وانت كمان يا ماما؟ وكمان قاعدين تضحكوا عليا؟ طب عموما انا هتصرف لوحدي وهشوف محامي بنفسي يرفع لي قضية الخلع. ومامتها بضحك: ما هو المشكلة يا بنتي ان المحامي هيقولك ان هو شخصيا بيعمل كده في بيته. يا بت تلمي بقى وعيشي، مفيش واحدة محترمة تقول على جوزها اللي انت بتقوليه ده. وكانت دي معاناة مروة مع كل مرة بتشتكي من تصرفات جوزها، وإن محدش حاسس بيها، والكل بياخد الموضوع ضحك وهزار. وعلشان تفهموا أكتر تعال أقولكوا الحكاية من أولها. مروة كانت زي كل البنات عايشة على المسلسلات التركي، وبتحلم بفارس أحلامها اللي هيجي يملى حياتها سعادة ورومانسية. كانت مفكرة إن حلمها ده اتحقق خلاص أول ما اتخطبت لعمار. عمار كان شاب وسيم وشيك ومجتهد جدا، لكن بدأت تنفر منه من أول زيارة ليهم في بيتها بعد الخطوبة. وده لما كانت قاعدة معاه عادي جدا، وفجأة شمت ريحة وحشة ملت المكان. طبعا فهمت اللي حصل، بس عملت نفسها مش واخدة بالها. لكن بعد شوية الموضوع اتكرر تاني وتالت، لحد ما الأكسجين اتشفط خالص من المكان. وحطت ايديها على مناخيرها وقامت تفتح الشباك، وهي بتقول: أنا هفتح الشباك شوية لحسن الجو كتم، الدنيا حر النهاردة قوي. لا لا لا، اقفلي الشباك. حر ايه؟ ده حتى الجو برد. اقفلي اقفلي، خلينا قاعدين دافيانين. مروة وهي مش قادرة تستحمل: طيب أنا هروح الحمام وراجع على طول. طب معلش لو مش مستعجلة هروح أنا الأول، أصلي محتاج أدخل الحمام. يا ريت اتفضل براحتك خالص، أنا مش مستعجلة أبدا. عمر قام وراح الحمام، وطلعت مروة وقفت في البلكونة علشان تشم هوا نضيف، وهي بتقول: الله يخرب بيتك، هو أكل كرنب ده ولا إيه؟ ده أنا معدتي اتقلبت خالص. ولما رجع عمار من الحمام قعد وهو حاطط إيده على بطنه. آه، الواحد بطنه كانت متأزمة على الآخر. شكلك كنت واكل حاجة تقيلة شويتين وجعت لك بطنك. لا خالص، ده أنا حاطة فطار خفيف جدا. ومروة بينها وبين نفسها: يا لهوي، كل ده وفطار خفيف؟ أمال لما نقوم نتغدى دلوقتي هيعمل إيه؟ هيطيرنا من البيت ولا إيه؟ وقعدوا يتغدوا مع بعض. كل شوية كانت بتشم نفس الريحة المعفنة، ولقت نفسها مع أول معلقتين مش قادرة تكمل. إيه ده مالك؟ لحقتي تشبعي ولا إيه؟ نفسي اتسدت، قصدي يعني شبعت. أصلا أنا عاملة رجيم، ما باكلش كتير، مرة ورا مرة. ومروة مستحملة مش عارفة تتصرف ازاي في الحكاية دي، وكانت محرجة جدا تستشير حد، ومش عارفة ينفع
تتكلم في حاجة زي دي ولا لأ؟ لحد ما في مرة كانت بتكلم واحدة صاحبتها، وكانت بتقول لها: بقولك ايه، هو لو خطيبي كويس وفيه صفات كتير كويسة، ينفع أفركش الخطوبة علشان صفة واحدة مش عاجباني، ولا كده يكون حرام؟ ما هو على حسب الصفة دي، يعني ما بيعرفش ربنا، أخلاقه وحشة، ولا إيه بالظبط؟ بصي، هو أنا مش عارفة أوضح بالظبط إيه هي الحاجة دي، مش هينفع أقول، بس هي حاجة ملهاش علاقة لا بالدين ولا بالأخلاق، ممكن يعني نحطها تحت بند النظافة الشخصية. يا بنتي، هو في راجل نضيف أصلا؟ بصي، طالما المشكلة بسيطة كده فعادي يعني تتغير، يا إما انتي بقى تلفتي انتباهه يخلي باله، يا إما تهتمي بيه انتي بعد الجواز. تفتكر ده الصح؟ أصلا أنا مقفولة منه جدا وحاسة بنفور ناحيته، أنا مش عارفة ازاي هيجيلي نفس أتجوزه أصلا. يا مروة، ما تخليش الشيطان يتملك منك، هو في واحدة طايلة تلاقي واحد زي خطيبك في الزمن المهبب ده؟ يا بنت احمدي ربنا عليه، وافتكري إن مفيش حد أبدا خالي من العيوب، فما جاتش يعني على عيب صغير زي غسيل الأسنان ولا تنظيف الشراب. يا شيخة روقي كده، كبري دماغك وركزي بقى في تفاصيل فرحك وافرحي، ما تركزيش في الحاجات الخايبة دي. وفعلا مروة اقتنعت إن دي حاجات خايبة، وإن بعد الجواز هتلاقي حل وتخليه يهتم بنظافته وخلاص. وبعد الجواز بدأت المعاناة الأكبر. من أول يوم جواز كانوا نايمين بالليل لأول مرة في بيتهم الجديد، هو إذ فجأة أصوات مرعبة عاملة كأن حد بيزق كرسي، والكرسي ده بيتزق جامد على البلاط. وقامت مفزوعة من النوم تشوف الصوت جاي منين، لقت الصوت جاي من عمار، جوزها اللي نايم جنبها. راحت نايمة وحاطة المخدة على وشها علشان ما تشمش أي ريحة، والليلة تعدي على خير. وبعد أسبوعين كانت أم مروة رايحة تزورها في البيت، وفي وسط كلامهم قالت: مالك يا مروة، هو جوزك مزعلك في حاجة؟ اوعى يكون بيعاملك وحش. لا والله يا ماما، بالعكس، ده كويس معايا جدا ويتمنى لي رضا أرضى. أمال مالك يا بنتي؟ حاسة كأن في حاجة عاوزة تقوليها ومش عارفة. أصل بصراحة يا ماما، في موضوع شاغلني مش لاقيه له حل، بصراحة مكسوفة جدا. هو يعني يا ماما لو حد بطنه على طول متأزمة وبيعمل روايح وأصوات مش كويسة، يبقى إيه الحل؟ الحل طبعا الأعشاب يا بنتي. بس غريبة، انتي عمرك ما اشتكيتي من حاجة زي كده. اوعي تكوني يا بنتي بتعملي أي ريحة قدام جوزك، دي كانت تبقى مصيبة. لا لا يا ماما، والله أبدا، أنا عارفة إن دي حاجة تخلي أي حد ينفر من اللي قدامه، بس أنا بشكل عام يعني بسأل بشكل عام. أصل دي مشكلة واحدة صاحبتي جوزها بيعمل كده. طالما جوزها يبقى عادي، أصل كل الرجالة كده، خليها تعمل له نعناع يشربه أو ينسون، هي الأعشاب اللي بتهدي المعدة. ماشي يا ماما ماشي، هبقى أقول لها. وفي مرة عمر كان عازم مروة على الغدا في مطعم وعامل لها جو رومانسي، وفجأة دخل عليهم واحد صاحبه: عمار عامل ايه؟ فينك يا عم؟ اختفيت وما بقيناش نشوفك من ساعة ما اتجوزت. معلش والله انشغلت. امال انت هنا لوحدك ولا ايه؟ لا يا عم، انا معايا المدام والاولاد، عازمهم على غدا هنا. طب ما تيجوا تقعدوا معانا ونتغدى، اهو نتعرف كلنا على بعض. يا ريت والله، دي فكرة ممتازة، هاتهم وتعالى. وراح صاحبه يجيب مراته وولاده. عمار فرح جدا وقال لمروة: بصراحة كنت محرج أقول له كده لحسن تزعلي أو تتضايقي، علشان يعني الخروجة دي بتاعتنا أنا وإنتي. لا خالص، ما اتضايقتش، أنا نفسي أتعرف على ناس جديدة، وكمان بحب الأطفال جدا. وجه أحمد صاحب عمار ومع هند مراته،
وولاده كريم وكرم، واتعرفوا على بعض، والقعدة كانت لذيذة جدا. وفجأة كريم حط إيده على مناخيره وقال: أوف، مين اللي عمل بومبا؟ وكرم قال: دي بومبا ريحتها وحشة جدا. عيب يا كريم، عيب يا كرم، كده قلة أدب. معلش يا جماعة، حقكم عليا، أطفال يعني وبيكلموا بعفوية. يا ابني عادي، دول أطفال، إيه المشكلة؟ سيبهم براحتهم. مروة بقى علشان كانت فاهمة مصدر الريحة البشعة دي، كانت محرجة جدا ومكسوفة لحسن حد يعرف إن عمار هو السبب. وكالعادة الأطفال دايما بيكشفوا المستور. ويدوب عدى دقيقتين وكريم قام وقف وهو بيقول: يا مامي بجد مش طايقة الريحة دي، دي كل شوية، هو ايه القرف ده؟ أنا حاسس إن بطني وجعاني وعاوز أروح الحمام. وكأن هندي يا عيني ما صدقت تطفش من الريحة، قامت معاه على الحمام على طول. وبعد شوية رن تليفون أحمد، وهند كانت بتكلمه بتطلب منه يروح لها علشان يمشوا. طب معلش يا جماعة، أنا مضطر أستأذن، أصل كريم بطنه وجعاه شوية ولازم نمشي. ماشي يا عم، بس يبقى طمني عليه. وبعد ما مشيوا عمار قال: الأطفال دول أشقياء جدا، مش بيسكتوا أبدا. ومروة بتجز على أسنانها: ما هي المشكلة إن عندهم حق، أنا كمان كنت شم ريحة وحشة جدا. هو أنت ما خدتش بالك؟ لا خالص ما خدتش بالي، يمكن الريحة دي جاية من ناحية الحمام ولا حاجة. حمام إيه يا عمار؟ إذا كان الحمام في الدور اللي فوق أصلا، مش هنا. عادي بقى، ما تركزيش. هو أنت هتمشي ورا كلام العيال الصغيرة ولا إيه؟ ومروة كانت مغيظها: لا طبعا يا حبيبي، مش همشي وراهم، يلا حصل خير كلكم بقى. ولما في يوم مامة عمار كانت جاية تزورهم، كان أسبوع ما يعلم به إلا ربنا. حتى مروة بعدها كلمت ميادة صاحبتها علشان تجيلها: بصي يا ميادة، أنا مش عارفة أبدأ كلامي معاكي إزاي، بس أنا عايزة أوريكي حاجة الأول، تعالي معايا. ومروة فتحت لها باب الأوضة وهي بتقول: ادخلي كده الأوضة دي. وأول ما ميادة دخلت الأوضة: إيه الريحة دي؟ ده عندكوا كلب ميت هنا ولا إيه؟ لا يا ستي، دي الأوضة اللي حماتي كانت قاعدة فيها طول الأسبوع اللي فات، وهي هنا. وحقيقي أنا أعصابي منهارة، حاسة إن هيجرالي حاجة. طب ما تفتحي الأوضة كده يا بنتي، هويها ونضفيها بدل ما يجرالكوا حاجة من الريحة دي. هي حماتك إيه، مش بتستحمى يعني ولا إيه؟ بالعكس، دي نضيفة جدا هي وعمار، لكن شكلهم عندهم وراثة. أنا بقى هتكلم لحسن حاسة إني هفرقع. أنا عاوزة حل للغازات اللي في بطن الناس دي. عمار طول الوقت مقرف، لا بعرف آكل ولا أعرف أشرب ولا حتى أنام، طول الوقت روايح بشعة. انتي بتضحكي على انتي كمان دلوقتي؟ أصل كلهم كده، ما أنا جوزي كده برضه. ومش بس كده، ده احنا بنكون قاعدين على الأكل وبيعمل أصوات مقرفة ببقه، ببقى هجيب اللي في بطني. طب وانتي ازاي بتتكلمي كأن عادي يعني الموضوع؟ على فكرة دي حاجة مقرفة جدا. أصل هعمل ايه يعني؟ لما بكلمه في الموضوع وأقوله إن دي حاجة مضايقاني، بيقولي أنا راجل في بيتي وأعمل اللي أنا عايزه. يا كمان رد مقرف زيه. بس انتي لفتي انتباهي لحاجة، حاجة مهمة جدا، إن عادي أقوله وألفت انتباهه. يعني أنا كنت محرجة ألمح له لحسن أحرجه، بس هو ممكن يكون مش واخد باله. لا يا أختي، بيكونوا واخدين بالهم بس بيستهبلوا. بس عادي يعني، حاولي، يمكن الموضوع يجي بفايدة. طبعا لازم أحاول، أنا مش هقدر أكمل حياتي بالشكل ده بجد. وبالليل كان عمار راجع من شغله متضايق جدا، وما كانش بيتكلم مع مروة. وهي لحظة كده جهزت له الأكل وعملت الشاي، وبعدين وهم قاعدين على رواق قالت له: هو أنت زعلان مني في حاجة يا عمار؟ أنا ملاحظة يعني إنك مش بتتكلم معايا من ساعة ما جيت. متضايق شوية، أصل ماما كلمتني النهاردة وزعلانة. أنا بصراحة مش فاهم،
هي عملت لك إيه علشان تزعليها بالشكل ده؟ زعلانة مني أنا؟ ليه؟ هو أنا عملت إيه؟ بتقولي إن أنتِ مش طايقاها طول ما هي هنا، وكنتِ طول الوقت مكشرة وقرفانة، ده غير إنِك كل ما تقعدي معانا على الأكل وهي موجودة بتقومي بسرعة وكأنِك مش طايقة تاكلي معانا، يعني هو ده بالظبط اللي زعلها مني، أنت متأكد؟ آه متأكد، وهي قالت لي كل ده بنفسها، وكمان قالت مش هتيجي عندنا تاني لأنِك جرحتيها بما فيه الكفاية، بس اللي أنا مش فاهمه ليه تعملي كده مع أمي؟ دي بتحبك وعمرها ما زعلتك. ومروة ما لقتش مهرب، قررت تطلع كل اللي جواها لحسن تطق تموت، وراحت قايلة بكل جراءة: طيب بص بقى يا عمار، أنا هتكلم وهقولك ليه كنت بعمل كده، علشان ما تكونش زعلان مني من غير ما تسمعني ولا تفهم. كل إنسان له طاقة، أنا طاقتي خلاص انعدمت. هو أنت مش بتلاحظ مثلا إنك بيطلع منك روايح مش كويسة؟ نعم، روايح مش كويسة إزاي يعني؟ شايفاني معفن ولا مش بستحمى مثلا؟ يا عمار افهمني، روايح وحشة يعني كده بتطلع فجأة، انت أكيد فاهمني يعني، غازات يعني وكده. ها فهمت، وده إيه علاقته باللي عملتيه مع أمي؟ ما هو ده الموضوع يا حبيبي، الموضوع شكله وراثة عندكم، وأنا جالي ضيق تنفس، ما كنتش بعرف آكل معاكم، اللقمة ما كانتش راضية تتبلع والله. انت قصدك ايه؟ يعني انت قرفانة مني؟ مش كده، بس افهمني أرجوك وسهل الكلام عليا، أنا حقيقي بعاني بسبب الروايح دي، فلو ممكن نشوف المشكلة ونعالجها، أو تروح لدكتور يعني تتعالج. أروح للدكتور أقول له إيه؟ أنت اتجننتي؟ وبعدين ما كل الناس بتعمل كده، وأنا في بيتي بحب أخد راحتي، إيه المشكلة يعني؟ ما هو الموضوع مش مقتصر بس على البيت، الموضوع في كل مكان، أنا ما بقتش أوافق أروح معاك أي حتة ولا أي عزومات مشتركة بسبب الموضوع ده. صدقني بجد أنت مش واخد بالك، بس الموضوع حقيقي محتاج علاج. عمار خد الكلام على صدره وقال: الظاهر إن أنت فاضية مش لاقي حاجة تعمليها، فشغلة بالك بالكلام الفاضي ده، اعقلي كده وشوفي لك حاجة اشغلي نفسك بيها بدل الخيابة دي. طبعا مروة كان هاين عليها تخبطه بأي حاجة في وشه، بس حاولت تتمالك أعصابها علشان مش هتطلع من المناقشة دي بدون أي نتيجة. لا بقولك إيه يا عمار، أنا ما صدقت فتحت الموضوع. بص يا ابن الناس، أنا مش هقدر أستحمل، مش هقدر بجد، شوف لك حل، ولحد ما تشوف لك حل كل واحد فينا في حاله. وسابته ودخلت أوضتها وقررت فعلا تاخد موقف طالما كل حاجة بقت على نور. عمار في الأول ما كانش واخد الموضوع بجدية، لكن لما فات كام يوم وهي فعلا مخصماه، قرر يتكلم مع حد ويشوف مين اللي غلطان، فاتكلم مع رامي صاحبه، أقرب صاحب ليه وكاتم أسراره. ما تنطق يا ابني اتكلم، بقالك نص ساعة بتديني كلمة من الشرق على كلمة من الغرب، في ايه؟ أنا مش فاهم حاجة بصراحة يعني، في مشكلة كده بيني وبين مراتي، مشكلة يعني حساسة شوية، أنا مش عارف المفروض أتصرف إزاي. مشكلة إيه يا عم اللي مخلياك تتلجلج بالطريقة دي؟ إحنا من إمتى بيهمنا؟ ده حتى لو أنت الغلطان عادي، اقلب الترابيزة عليها وكبر دماغك. بصراحة ماليش عين أقلب الترابيزة عليها، أصل الموضوع حساس جدا. بص أنا هدخل في الموضوع على طول، بصراحة يعني هي متضايقة من إني واخد راحتي زيادة عن اللزوم قدامها، وبعمل يعني روايح مش لطيفة، أنت أكيد فاهمني صح؟ طب وإيه يعني؟ ما أنت طول عمرك كده، ده حتى كل الشلة لما كنا بنخرج معاك كان بيبقى هيغمى علينا. يا خبر أبيض، بتكونوا عارفين إن أنا ما بكونش واخد بالي من الموضوع، بيكون عفوي يعني، وعمري ما خطر على بالي.
إن ممكن يكون حد واخد باله. علشان كده اتفاجئت لما مراتي فتحت الموضوع معايا. لا، هي ملهاش حق تكتم حريتك. انت راجل، تعمل اللي انت عايزه. أمال هي دورها ايه في الحياة غير انها تستحملك؟ بجد يا رامي، يعني الموضوع ده مثلا مش هيخليها تكرهني؟ لا بالعكس، ده انت تتعامل معاها بكل بجاحة وتسيبك منها خالص. ولو فتحت معاك الموضوع ده، اقلبه عليها. قول لها اسم الله عليك يا اختي، هو انت يعني مش شم ريحتك؟ بس انا عمري ما شميت منها اي ريحة وحشة. بالعكس، دي نضيفة جدا وواخدة بالها من نفسها. يا سيدي، ده مفيش أهبل من الستات. هتشك في نفسها في لحظة واحدة بس. انت شكيكها في نفسها علشان تتكسف وتحرم تقول عليك حاجة زي كده. قول لها مثلا: طب أنا مستحمل ريحة بقك. هتروح مشغولة عنك شهرين تلاتة، تعالج في بقها، وتخاف تفتح بقها قدامك لحسن تعايرها. بص، أنا هعلمك تعمل إيه، وأتحداك إن ما كانت تقعد تمدح فيك في الرايحة والجاية علشان تدار على نفسها. وطبعا الفكرة لمعت في عيون عمار. هو قعد يسمع نصايح رامي وطبقها من تاني يوم على طول. ومروة جهزت الفطار وقعدت تاكل هي وعمار. كان باين عليها إنها فرحانة ورايقة على عكس كل يوم. وطبعا عمار استغرب، فسألها وقال: شكلك مبسوطة يعني، في حاجة ولا إيه؟ أصل أنا رحت للعطار وجبت منه تركيبة أعشاب حلوة جدا جدا للمعدة، بتريح القولون وبتنضفه. هنشرب منها أنا وإنت، إيه رأيك؟ وعمار بنرفزة: اشربيها انت اللي محتاجاها، لكن أنا مش محتاج حاجة زي دي. روحي دوري على مشاكلك بعيد عني. انت بتتكلم كده ليه؟ هو ايه، خدوهم بالصوت لا يغلبوك؟ هو أنا علشان ساكت يعني وكاتم في قلبي مش كفاية إني مش بقولك على الحقيقة علشان يعني ما جرحش مشاعرك؟ انت كل ما تقعدي جنبي ريحة كمكمة شعرك بتكتم نفسي. ما سألتيش العطار على حاجة لكمكمة الشعر بالمرة؟ ومروة مسكت شعرها وقعدت تشم فيه. يا خبر، شعري أنا مكمكم؟ طب إزاي؟ عمر حس بانتصار. شفتي بقى، هو أنا اللي كنت ساكت علشان عندي ذوق، لكن انتي ما بتصدقي تعايري الواحد وتجرحي مشاعره كده. هو غابت اليوم كله بتغسل في شعرها وبتحط فيه برفيوم من كتر ما شكت في نفسها. ومرة تانية كانت مروة وجوزها معزومين عند أهلها، وفي وسط ما كانوا ملمومين حوالين السفرة، فجأة طلع صوت من تحت لتحت ومع ريحة بشعة جدا. الكل بص لبعض، في اللي كان بيضحك وفي اللي كان قرفان وفي اللي كان قاعد يتغامس وعارف الصوت جاي منين. مروة كانت محرجة جدا، وبينها وبين نفسها عملت نفسها مش واخدة بالها. وعمار مكمل أكل في طبقه وباصص فيه ولا كأنه واخد باله من حاجة. لكن اللي حرق دمها إنها لمحت أختها بتهمس لأمها في ودنها وبتضحك بصوت واطي وهي بتبص ناحية عمار. كان واضح جدا إن هما بيقلسوا عليه. ومروة همست لعمار بصوت واطي: عمار، امسك نفسك شوية، هتكسفنا. وعمار بصلها بقرف: ابعدي بقك عني وانتي بتتكلمي، ريحة بقك وحشة جدا. مروة شكت في نفسها وقامت جري على الحمام، قعدت تغسل سنانها وتتمضمض. وقدر عمار إنه يجتاز الموقف ده بنجاح ويقلب الموضوع عليها. عدت الأيام وعمار عمال يلهف مروة كل ما تيجي سيرة الموضوع، لحد ما ربنا كرمها وحملت. يومها قررت تعمل مفاجأة لعمار. عملت غدا حلو وولعت شمع ولبست فستان جميل. وأول ما وصل من شغله وقالت له الخبر، فرح جدا جدا جدا. طب تصدقي بالله، أنا كنت حاسس إنك هتفرحيني بخبر حلو النهاردة. علشان كده بقى هعزمك على خروجة جامدة جدا بعد ما نتغدى. طب يلا بقى علشان نتغدى، لحسن أنا جعانة جدا، مش راضية آكل من غيرك من الصبح.
الله الله الله، ده انت عاملة كل الأكل اللي بحبه. ومروة بصت لعمار بحب، حست قد إيه الراجل اللي معاها محترم وجميل وبيقدرها. كانت بتحسد نفسها عليه، لكن زي كل مرة لما بتسرح في التفاصيل بتتقلب لغم. فجأة بطنها قلبت وقامت تجري على الحمام وجابت كل اللي في بطنها، وعمار راح وراها وقعد يضحك ويقول: ايه، كان بدأنا أعراض الحمل ولا ايه؟ يا ابني بقى أبوس إيدك، انت لازم تشرب الأعشاب اللي ادهاني العطار. أنا مش هقدر على الوضع ده، خصوصا بعد ما بقيت حامل. يو بقى، هو انتي هتتلككي ولا ايه؟ كل الحوامل معدتهم بتقلب كل شوية، على فكرة عادي. هو انتي هتجيبيها فيا ولا ايه؟ لا، أنا ما حصليش كده غير لما انت عملت ريحة مش حلوة. أرجوك يا عمار، علشان خاطري وخاطر اللي في بطني، لازم نغير الوضع ده. يو بقى، هو أنا كل لما أكل لقمة تسمميني بالكلام ده؟ بعد كده ابقي كل لوحدك وأنا أبقى أكل لوحدي، علشان ما تقعديش تتلككي كده. وقعدوا فترة كل واحد بياكل لوحده، لكن ده ما كانش حل أبدا. مروة كانت كل يوم بتتعب وتعاني من الريحة، لحد ما قررت تتطلق من عمار. ولما راحت تشتكي لأمها، أمها قالت: لا لا يا حبيبتي، هرمونات الحمل لعبة بيكي خالص، ده أنا هجيبلك أبوك يعقلك ويشوفلك حل. تعالى يا فرج، شوف بنتك عايزة تطلق من جوزها ليه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه الفال الوحش ده؟ ما صدقنا ربنا كرم وحملتي، تقومي تقولي طلاق؟ هو احنا بتوع الكلام ده؟ ومروة قعدت تعيط: يا بابا افهمني أرجوك، حد يسمعني يا ناس، أنا من يوم اتجوزت وأنا بعاني. لا إذا كان كده يبقى لازم نتكلم معاه ونشوف حل. قولي لي عمل فيكي إيه بالظبط؟ مد إيده عليكي ولا شتمك؟ وأم مروة عوجت بقها: احكي له يا حبيبتي، قولي له عاوزة تطلقي من جوزك ليه؟ ما تتكلموا يا جماعة، بدل ما بتبصوا لبعض بالألغاز دي. بنتك مش طايقة جوزها علشان بيعمل غازات زي باقي البني آدمين. شفت بنات الأيام دي وصل بيهم الحل إيه؟ وفرج فطس على نفسه من الضحك. أما انت دمك خفيف والله يا مروة، ده أنا اتوغوشت يا بنتي وفكرتك عايزة تطلقي بجد. طب ما أنا فعلا يا بابا بتكلم بجد، أنا مش عارفة أعيش ولا عارفة أتهنى على أكل ولا شرب ولا نوم. حتى الفرشة بقت ريحتها معفنة، كل ما أغسلها تلقط ريحة وحشة في نفس اليوم. أرجوك يا بابا أقف جنبي. يا فريد، تعالى يا فريد شوف أختك. وفريد جه وجاب مراته نرمين، وقعدوا يتسايروا ويضحكوا وعملوا الموضوع مضحكة. وكل ده ومروة بتعيط وهتنفجر من الغيظ، وسابتهم ورجعت بيتها. وطول الليل كانت قاعدة بتعيط. وتاني يوم عمار خد باله إن هي متغيرة. مالك يا حبيبتي ساكتة وسرحانة ليه؟ ولا حاجة، بس انتي سرحانة ومش معايا خالص. انتي لسه زعلانة مني؟ زعلي فارق معاك يعني؟ اه طبعا فارق معايا، انتي عارفة اني ماليش في الدنيا غيرك. انا هقوم اعمل لك الشاي على ما تخلص اكل، علشان ماليش نفسي اكل. وهي لسه بتقوم وقعت من طولها، اغمى عليها. حاول كتير يفوقها لكن بدون فايدة. وبعد شوية مروة فاقت على صوت عمار في المستشفى وهو بيقول: مروة فوقي يا حبيبتي، أنا ما كنتش أقصد أوصلك للحالة دي والله. ومروة فاقت وهي بتقول: أنا إيه اللي جابني هنا؟ هو حصل إيه؟ الدكتور قال إنك اتعرضتي لضغط نفسي كبير، قال لي لازم ترتاحي علشان خاطر اللي في بطنك. أنا تعبانة قوي، أعصابي باظت. طلقني يا عمار، علشان والله ما هقدر أكمل معاك. أنا حاولت كتير أقنعك إني متضررة من العيشة معاك، وإنت مش بتبذل أي مجهود علشان تغير الوضع. أرجوك ارحمني وطلقني.
بس أنا ما أقدرش أستغنى عنك، ومستحيل أطلقك. خلاص، يبقى هخلعك، هرفع عليك قضية خلع للضرر. طب وهتقولي للقاضي إيه؟ بذمتك مش هتفتصي على نفسك من الضحك لو قلتيله كده؟ طب وغير كده، يرضيك تفضحيني يعني وتقللي مني بالشكل ده؟ مروة حست بالذنب. طب أعمل لك إيه؟ ما أنت بالوضع ده هتقضي عليا. هو أنت يعني فاكرني مش واخدة بالي إنك بتحاول تقلب الموضوع عليا وتشككني في نفسي؟ أنا بعدي بمزاجي على فكرة. بصي، أنا مش هنكر إني غلطان، بس يعني هي تقيلة على أي راجل إن مراته تعيب فيه بالشكل ده. انتي حسستيني إني قليل جدا. والله أنا ما قصدتش أبدا. أنا كل ما في الأمر إني بشتكي لك معاناتي، وأنت في المقابل مش بتبذل أي مجهود إنك تتغير. لا، مصمم. طب يرضيك الولد يطلع عنده جيوب أنفية؟ انتي مش متخيلة لما عرفت إن زعلك هيأثر على ابننا حسيت بالذنب ازاي. حسيت إني شخص مؤذي. معلش يا مروة، حاولي تساعديني علشان خاطري. أنا خلاص هتغير علشانك انتي واللي في بطنك. وعلشان نفسك كمان. تخيل الموضوع ده أكيد بيأثر على صلاتك، وبينقض وضوءك كم مرة، وكمان بيسبب لك إحراج وأنت قاعد وسط الناس. صدقني الموضوع هيكون ممتع ولذيذ، هتشوف الفرق بنفسك. طيب خلاص، ايدي على ايدك يا ستي، واللي هتقوليلي عليه أنا هعمله. وفي مرة كانت ميادة رايحة تزور مروة بعد ما ولدت، وفي وسط كلامهم قامت قايلة لها: قوليلي يا مروة، عملتي إيه مع جوزك؟ أنا أعصابي باظت من جوزي، وخلاص قررت إن أتطلق. ده بيكسفني قدام الناس، وبيخليني في نص هدومي. ياه، ده موضوع طويل جدا، بس صدقيني حاولي. خسارة تخسري جوزك علشان حاجة ممكن تتحل بسهولة. أنا كنت على وشك الطلاق، لكن ربنا صلح الحال الحمد لله. طب احكيلي عملتي ايه؟ علشان أنا تعبت. كلمته كتير يغير من نفسه، بس هو مصمم إن دي حرية شخصية. لا يا أختي، ده بجح وبيقولك حرية شخصية علشان يدير على إحراجه. هو مكسوف علشان مش بإيده حل، فبيدير على أفعاله ببجاحته دي. فأنتي شيلي عنه الحرج وحلي انتي الموضوع. طب ايدي على كتفك، قوليلي أعمل ايه. أنا جبت أعشاب من عند العطار، بقيت أعملها لعمار يشربها، وعلشان ما حسسوش يعني إنه مجبر بقيت أشربها معاه. وكمان توابل معينة بقيت أحطها في الأكل بتنظف القولون. وفوق كل ده نوعية الأكل اللي بتطبخيه، كل ده عامل. طب وكل ده جاب نتيجة؟ خلى جوزك يعني ما يعملش الحاجات دي تاني؟ أيوة الحمد لله. بس انتي جربي، لو الموضوع ما جابش نتيجة يبقى لازم تقنعيه يروح لدكتور، لأن القولون ده ليه علاج ومضادات حيوية بتجيب من الآخر. المهم إنك لازم تتصرفي وتحاولي، علشان زي ما قلتيلي زمان، خسارة يكون معاكي راجل كويس وتخسريه علشان صفة ينفع تتغير. طب لو قاوح ومرضيش يروح للدكتور، أعمل إيه؟ لو قاوح بقى وقلب الموضوع عليكي، خدي موقف، قوليله إنك هتشتكي لأهلك وأهله. وقتها طبعا هيتحرج وهيخاف على شكله وهيوافق يتغير. بس اوعي تشتكي ولا تحكي لحد غير لما تكوني عملتي كل الحلول، علشان ما تندميش إنك طلعتي سره لحد. لأن أنا بصراحة ندمانة وحاسة بالذنب إني حكيت لأهلي، ورغم إن كانت رحلة كلها معافرة من كل واحدة فيهم علشان تغير جوزها للأحسن، بس الموضوع كان يستحق. أنا عارفة إن أكيد ستات كتير بتسمعني بتعاني من نفس المشكلة مع أزواجهم. الموضوع بيسبب نفور جامد. صدقيني تقدري تغيري كل ده بنفسك. حاولي ما تفضليش كاتمة في نفسك ومتضررة، ولا برضه تجرحي مشاعره. يمكن مريض ومش بإيده. دوري على الحل المناسب لحالته. حطيها دايما قاعدة في دماغك، طالما أزمة الراجل مش في دينه ولا أخلاقه، يبقى الموضوع بسيط وسهل يتحل.
وما تخسريش راجل عيوبه قبل إنها تتحل، علشان بقوا قليلين جدا في الزمن ده. وياريت أي حد عنده نصيحة تفيد غيره في مشاكل القولون يكتبها لنا في الكومنتات، علشان كلنا نستفيد من بعض. واستنونا في قصص تانية كتير. باي باي.